مدينة محمرة بيد شوارع شرايط تعليم كبيرة شرعر في اسمكم سلطة عفريتي الشعب حمينا احنا لبنينا سوارق الروح والدم مهدينا بينا يا وعلي مقامك وين اللي منخون وربط الدنيا برحيتك المهبون لتب بلاد ويداويها طول الطنبور ستو سنة جمعة مريض ما نبغي نشوف الناس الفلوس تعميها ويلا خليهولك الكل يهون يلا الشمعة ينطيب الهون سيكي وحوة نقولها لكم نحب نبلغ لكم تحيه جميع افراد سوسيوس وعلى راسهم الدكتور محسن طرابلسي اللي لولا الظروف كانوا معنا اليوم هنا وجميع اعضاء لجنه احباء النادي الافريقي اللي بالحق معناها. أعزائي المتابعين لساعة راديو نفزاوة مجددا أجمل التحايا تصلكم من مدينة دوز على هامش اختتام دورة النادي الإفريقي لكرة القدم اللي امتدت على مدى شهر ونصف. اليوم في ختام هذه الدورة وفي أجواء الدورة النهائي وبحضور ممثلي عن هيئة النادي الإفريقي وأيضا خلية الأحباء سعداء باستقبال السيد زكريا القروي رئيس لجنة الأحباء اللي حاضر على هامش الدورة النهائي بالإضافة إلى بعض الوجوه من هيئة النادي الإفريقي. سي زكريا تحية ليك. مرحبا بك ومرحبا بالأخوين الكل في دوز وبخلية أحباء النادي الإفريقي في دوز وبجماهير النادي الإفريقي في دوز وفي الجنوب الكل. مرحبا بك. سي زكريا اليوم دورة ونعرفوا أنه جماهير وقاعدة شعبية كبيرة ياسر في الجنوب وتحديدا في مدينة دوز واليوم يعني يتنزل حضوركم اليوم على هامش الدورة اللي امتدت كما قلت على مدى شهر ونصف. نحن هو كما قلت لكم بارك الله فيكم وبارك الله في الاخوين في دوز. نحن موجودين لهنا بصفتنا رئيس لجنه الاحباء بالنادي الافريقي وممثل عن الهيئه المديره وبتفويض من رئيس النادي للحضور دوره كره القدم هذه التي تتزامن مع عيد ميلاد النادي الافريقي والتي تتزامن مع سلسله نتائج ايجابيه اللي قاعده تحقق فيها الجمعيه. نحن موجودين لهنا مع الكلوبيستي الكل موجودين لهنا لدعم مثل هذه التظاهرات في الجنوب وفي كامل الخلايا احباء النادي الافريقي داخل الوطن وخارج حدود الوطن. ثم اكيد اخبار ساره يظهر لي باش تنقلوها لاحبائكم في دوز وثم حتى من الاخيان في الكلمه نتاعو يقول راهو دوز طالع خير على النادي الافريقي باعتبار انك حضرته في يوم ما في دوره وكان فيها الشعب طاهر مبيخه ويقول وقتها توج النادي الافريقي كبطل. صحيح هذا هو في موسم التتويج بالبطوله عام 2008 كانت انطلاقه تزامنت مع حضور خليه الاحباء نتاع النادي الافريقي بيدوز لهنا وتزامنت مع حضور رئيس لجنه الاحباء لهنا. ان شاء الله طالع خير وان شاء الله تبشرت خير وان شاء الله عام السنه عام البطوله باذن الله ان شاء الله. شكرا لك استاذ وتحيه لك. هذه الاجواء اجواء يعني احمد باش نقولوا بالصوره اجواء هذه الدوره دوره النادي الافريقي لكره القدم بمدينه دوز واللي امتدت على مدى شهر ونصف. بعد قليل ينطلق الدور النهائي وهنا اجواء الدخله بعد قليل باش تنطلق في انتظار قدره ببداية. واحمد الوجوه الحاضره من هيئه النادي الافريقي وممثليه عن النادي الافريقي نشوفوهم احمد يعني قبل ما يعني الدخله قبل الدخله خلينا نشوفوا الوجوه. اي الدخله انطلقت احمد باش خلوا الاجواء بالصوره مع زميلي احمد. تتضاعف اعداده ويزيد يكبر شعبه. هذه هي باينه
جمهور قوي جدا مصنف من اقوى الجماهير في العالم. وكذا هي جماهير شرعيه، هي جمهورها، جيشها، شعبها. الجيش الاحمر هو شعب النادي الافريقي، فريق العقليه. نرجع انا بعد الهوامش والكواليس للنايف. الشماريخ مرت من هنا، المدارس حمراء وبيضاء، وجمهور الاحمر الابيض يرفع الريتم وكانه لاعب، كانه بوليفالور، كانه صانع العاب في تشكيل النادي الافريقي. قد يقال في عرف الكوره من جمهور الاحمر 13، لكن في قناعه انه هذا الجمهور، جمهور النادي الافريقي هو رقم 10، هو اللي يعطي الاهداف، هو اللي يعطي البطولات. الله على الجماهير الافريقي بصراحه جمهور الافريقي جمهور عريق، وعلاقتهم لا تكون الا بالالوان الحمراء والبيضاء. مجانين نادي الشعب افريقي الملايين، هي الحياه، هي الموت، هي الفرحه، هي الحزن، هي الجمعيه، هي العقليه. يحبونها كما لا يحبها احد عند الصباح وبعد المساء ويوم الاحد جمهور الزيارة على فكرة كما ذكرت منذ الفترة الأولى، يعني حالة غير عادية بالمرة، ظاهرة غريبة جدا. كلما تسوء النتائج يتكاثر ويتكاثر العطاء، فما بالك بالأفراح والأيام الميلاد كما هو الحال في الفترة الأخيرة يتضاعف جمهور فينومين. كلما تسوء النتائج يتكاثر ويتكاثر العدد، فما بالك في الافراح والايام الميلاد كما هو الحال في الفتره الاخيره يتضاعف جمهور جيشها، شعبها. الجيش الاحمر هو شعب النادي الافريقي، فريق العقليه. نرجع انا بعد الهوامش والكواليس لللايف. الشماريخ مرت من هنا، المدارس حمراء وبيضاء، وجمهور الاحمر الابيض يرفع الريتم وكانه لاعب، كانه بوليفالور، كانه صانع العاب في تشكيل النادي الافريقي.
جمهور قوي جدا مصنف من اقوى جماهير بالعالم. وكذا هي جماهير الجمعيه، هي جمهورها، جيشها، شعبها. الجيش الاحمر هو شعب النادي الافريقي، فريق العقليه. نرجع انا بعد الهوامش والكواليس لللايف. الشماريخ مرت من هنا، المدارس حمراء وبيضاء، وجمهور الاحمر الابيض يرفع الريتم وكانه لعب، كانه بوليفالور، كانه صانع العاب في تشكيل النادي الافريقي. قد يقال في عرف الكوره من جمهور الاحمر 13، لكن في قناعتي انه هذا الجمهور، جمهور النادي الافريقي، هو رقم 10، هو اللي يعطي الاهداف، هو اللي يعطي البطولات. الله على الجماهير الافريقي بصراحه جميع العرب. جمهور الافريقي جمهور هنيك، وعلاقتهم لا تكون الا بالالوان الحمراء والبيضاء. مجانين نادي الشعب افريقي الملايين، هي الحياه، هي الموت، هي الفرحه، هي الحزن، هي الجمعيه، هي العقليه. يحبونها كما لا يحبها احد، عند الصباح وبعد المساء ويوم الاحد ويوم الاحد. جمهور السياحه على فكره كما ذكرت منذ الفتره الاولى، يعني حاله غير عاديه بالمره، ظاهره غريبه جدا. كلما تسوء النتائج يتكاثر ويتكاثر العدد، فما بالك بالافراح والايام الميلاد كما هو الحال في الفتره الاخيره. يتداعب جمهور في نومات. المتعة هكذا هي متعتنا يا سعيد، هكذا هي الحمراء والبيضاء يا ولدي، هكذا هي اليوم دوس، هكذا هي أحب الجمعية اليوم. Hey,